أختم بهذا الموقف لأثبت لكم أن المعصية لا تمنحك أجازة مفتوحة، لا تمنحك عذرا، لا تمنحك صكا بالتكاسل عن الشهادة لإسلامك الذي تنتسب إليه وتنتمي إليه. هذا أبو محجن الثقفي، وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة العلمية التي عاهدنا الله عز وجل عليها، هذا أبو محجن الثقفي كان رجلا قائدا أو بطلا مجاهدا مغوارا يجيد فن القتال وفن النزال، ولكنه بكل أسف كان ضعيفا جدا أمام الخمر. الخمر كبيرة من الكبائر، نعم، سبحان ربي سبحان ربي، أبو محجن الثقفي، نعم. ومع ذلك لما سمع المنادي يقول يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، إلى أين؟ إلى القادسية بقيادة خال الحبيب النبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان من أول من أسرعوا للحاق بالجيش المسلم في القادسية. وسبحان ربي حتى في أرض المعركة وفي بلاد العدو ضعف أبو محجن أمام الخمر فشربها هنالك، وبلغوا سعد بن أبي وقاص بأن أبا محجن قد شرب الخمر، وهذه كبيرة من الكبائر، والحدود لا تقام في أرض العدو. فأمر سعد بن أبي وقاص قائد المعركة وقائد الجيوش أن يسجن أبو محجن وأن يحرم من المشاركة في المعركة. وفي السجن سمع أبو محجن صوت الخيول ووقع السهام والسيوف والرماح، بكى إذ منعه ذنبه من المشاركة في هذا الفضل، فبكى بكاء شديدا. ورأته امرأة سعد بن أبي وقاص فرقت له جدا، فاقتربت منه وسألته عن سبب بكائه، فأخبرها وسألها بالله أن تفك قيده وأن تعطيه فرس وسلاح سعد، لأن سعد بن أبي وقاص أصيب في كثير من أيام القادسية بالدمامل التي منعته من المشاركة الميدانية، بل وضعوا له عريشا على مكان مرتفع وكان نائما على بطنه في معظم الأوقات ليدير المعركة وهو نائم. هذا البطل الذي لم يخشى في ظل هذه الظروف وهو نائم، لم يخشى على نفسه من الموت، إنهم الأطهار الأبطال. الشاهد أنه أقسم بالله لامرأة سعد بن أبي وقاص بأن الله عز وجل إن نجاه من الموت والقتل سيرجع إلى سجنه مرة أخرى ليضع قيده بيديه حول رجليه. ورقت له سلمى امرأة سعد وأعطته البلقاء فرس سعد وسلاح سعد، وتلثم أبو محجن أي غطى وجهه ونزل إلى ساحة المعركة، وتغيرت الدفة، حولت الدفة، نعم إنه فارس. وسعد بن أبي وقاص ذلكم القائد المغوار يراقب أرض المعركة وأرض الميدان، فقال من هذا الملثم؟ والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه هو، والله لولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها يقصد فرسه لقلت إنها فرسي البلقاء. فقالت له امرأته صدقت يا سعد، إنه أبو محجن وإنها البلقاء، ولقد كان من أمره كذا وكذا وكذا. فبكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورق جدا لأبي محجن. فلما انتهت المعركة وكتب الله النصر للمسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص، دخل سعد بن أبي وقاص بنفسه إلى سجن أبي محجن فوجده جالسا يبكي وقد وضع القيد في قدميه بيديه مرة أخرى. فاقترب منه سعد وانحنى بنفسه ليفك القيد عنه وهو يقول له والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا. وأبو محجن يبكي ويقول له وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا. نعم أيها الأفاضل، إنها بركة الحركة والعمل لدين الله تبارك وتعالى. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، لا تحرم نفسك من شرف الانتساب للإسلام بالشهادة له، شهادة خلقية عملية في مكانك الذي أنت فيه، ثم تحرك بعد ذلك للدعوة إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. وأريد أن أفرق بين نوعين من أنواع الدعوة. أما الدعوة المتخصصة
فلها رجالها من أهل العلم، من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يحسنون البلاغ والبيان عن الله ورسوله. أما الدعوة العامة بالكلمة الطيبة والخلق العذب الجميل والكلمة الرقيقة والابتسامة والصدقة والإنفاق وطبع كتاب وطبع شريط إلى غير ذلك، هذه وظيفة الأمة كلها. يجب على كل مسلم ألا يحرم نفسه شرف الانتساب لهذا الدين وشرف تحقيق انتمائه للإسلام العظيم. ومع ذلك أيها الأفاضل أقول لكم بكل ثقة المستقبل للإسلام، ولا تسع الوقت لتأكيد ذلك، لكن أقول بكل ثقة المستقبل للإسلام، والمرحلة القادمة والجولة الآتية للإسلام. هذا وعد الله وهذا وعد الصادق رسول الله. قال جل علاه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال جل وعلا: لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فلا تيأس ولا تقنط مهما وضعوا من عقبات وعراقيل وحواجز وسدود، فإن الإسلام قادم وإن المستقبل للإسلام. وإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها مباشرة ضوء الفجر. ووالله الذي لا إله غيره تنتظر البشرية كلها الآن ضوء الفجر الصادق بميلاد الإسلام. تقول مجلة التايم الأمريكية: وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، إذ أنها تأتي من الغرب، من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس، ويبقى صوت الأذان كل يوم 5 مرات شاهدا على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه ما كانوا يبحثون عنه. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم مسلم أنا لا أخجل من إسلامي. الإسلام منة الله ونعمة الله التي لا يغدقها ولا يتفضل بها إلا على من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم كما خلقتنا مسلمين وخلقتنا موحدين فثبتنا على الإسلام والتوحيد، واختم لنا بالإسلام والإيمان برحمة منك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.